السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا بيكم في النهاردة معانا في فيديو جديد. فيديو النهاردة أنا في شقة اسكندرية ولسه واصلة حالا. يا دوبك غيرت هدومي بس، حتى بالبندانة لسه على راسي اهي. يا دوبك شلت الطرحة وغيرت هدوم الخروج بس، وبصور لكم كده يعني ايه بالعباية اهو. لسه حالا واصله، الحمد لله الحمد لله وصلت بالسلامه. انا في اسكندريه حاليا. انا بحب قوي اجي اصور هنا في شقه اسكندريه طبعا. لان النفسيه بتبقى احسن يعني، فده اللي بيشجعني ان انا اصور. جمعه مباركه عليكم ان شاء الله. تعال نشوف كده المكان زي ما انا سبت وصورتكم اخر مره الفيديو بتاع الركنه. تعال نشوف المكان زي ما هو، وتعال نشوف اول النهار كده ولسه الجمعه ما بداتش. تعال نعرف. فالنهارده روتين حلو ان شاء الله تقضوه معانا من اوله كده. انا ما رضيتش اصور لكم وانا في الطريق، بس صورت لكم اول ما دخلت كده على طول. هنشوف النهارده روتين النهارده في الشقه اللي محتاجه الشقه. جانا انا جيت لقيتها نايمه، ما رضيتش اصحيها، دوبك فتحت ودخلت. يلا بينا كده نشوف الدنيا عامله ازاي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ولا اول مره تزور قناتي ما تنساش تدوس على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر، وتفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد مني ان شاء الله. طبعا اول حاجه هفرجكم الاول الشقه، هنشوف كده ايه النظام وايه الدنيا وايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي مش عايز يتعمل. طبعا زي ما انتم شايفين كده، دخلت لقيت الدنيا حلوه تمام التمام. مفيش حاجه مهرجله قوي يعني، بس كل حاجه كويسه. قلت بس ايه، اشوف الاول هعمل ايه. اول حاجه هرتب بس ترتيب خفيف كده سطحي. هفتح ادخل الهواء، ادخل الشمس، طلع طاقه سلبيه، دخل طاقه ايجابيه. نرتب الدنيا. الدنيا حلوه الحمد لله، الركنه نظيفه زي ما هي، ما فيش اي حاجه غير ان جانا كانت فارده بس الكنبه اللي هي بتفتح سرير يعني. الكنبه دي الركنه دي زي ما قلت لكم، كانوا عندي كنبتين من الكنبه اللي هي بتعمل سرير دي، وكانت واحده تانية معاها صغيره، وخدتهم وديتهم للمنجد عملهم لي الركنه دي، اللي ما شافش الفيديو بتاع الركنه يعني. بس فنفضت كده وسويت الدنيا، ما لقيتش فيه تراب ولا في حاجه. وهنا في اسكندريه طبعا ما فيش تراب، مفيش تراب خالص الحمد لله يعني، غير هدة الحيل اللي هناك يعني. طبعا انت اللي معايا ومتابعني عارف هناك فين يعني. بس فرتبت كده ترتيب خفيف. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سيدنا ابن عمر. هنا بقى هخش على المطبخ بقى بعد ما خلصت بره. هنشوف المطبخ لقيناه اوبا. اكتر حاجه بتزعجني، اكتر حاجه بتزعجني، بس هي الله يكون في عونها برضو، عشان هي مذاكره وامتحانات وتعب وكده يعني. فهي كتر خيرها برضو يعني، هي انا وجودي معاها بيفرق كتير يا جماعه بصراحه يعني. ربنا يخلي كل ام لولادها ويخلينا ولادنا يعني، هما من غيرنا بصراحه يعني ما بيعرفوش. الام برضو ام يعني، دورها مهم جدا في بيتها مع ولادها. بترتب لهم كل حاجه، بتنظم لهم كل حاجه. آه هي هي العقل اللي بيفكر، هي اللي بترتب، هي اللي بتنظم، هي بتقول ده فين وده فين وده ايه وده ايه. مهما كانت بنت شاطرة، لكن برضو بتبقى محتاجة للأم دايما. ربنا يخليها لي ويخليني ليهم يا رب. معلش هو بس موضوع المدرسة بتاعتها هو بس اللي خلاها بعدت عني. غير كده والله العظيم انا محتاجاه جدا جنبي، ومحتاجاه قدام عينيا والقلق اللي انا عايشة فيه، مع التوتر، مع التليفونات كل دقيقة، مع ان انا مشغولة بالي بيها على طول يعني. آه، طبعا البخور مهم جدا يوم الجمعة بالنسبة لي. فأنا لما وصلت يوم الجمعة يعني لازم يوم الجمعة الطقوس بتاعت يوم الجمعة لازم أعملها معاها.
بعملها معايا في بيتي اللي في الصعيد هنا. افتح القرآن، اشغل على صلاة الجمعة، أو اولع البخور. كل الحاجات دي مهمة يعني. طبعا كل ده هي كانت لسه نايمة وما عرفتش ان انا جيت. انا فتحت ودخلت ورتبت وحضرت فطار وهي نايمة، وقلت افاجئها في الاخر بعد ما اخلص واعمل الفطار وتصحى تلاقي مامي محضرة لها الفطار بتاعها. فدي احسن لحظة واهم لحظة كانت بالنسبة لي وبالنسبة لها يعني. آه، طلبت من السوبر ماركت حاجات طبعا وجبتها، لان هي ما كانش عندها حاجة، كانت ملخومة طبعا في امتحاناتها. فجيت لقيت الدنيا زي ما انتم شايفين كده. كده شوفي انت اموره، اموره اموره اموره، والله والله اموره. بيجامه جميله، البيجامه جميله. من ساعة ما كبرت وهي بتتكسف تطلع معايا على اليوتيوب، فعمالة اقول لها خليكي تعالي تعالي اطلعي. قالت لي لا، بظهري كده هسلم عليكي، لان انا يعني مش لابسه وكده. قلت لها لا، انت اموره وجميله وبيجامتك حلوه، خليكي عشان تطلعي معايا. قالت لي لا لا لا. لا مش هغيرها بزيت. تقولي لي هناك بصوا يا جماعه، اشهر فسخاني عندنا في اسكندريه ده فسخاني ابو طاحون. لا تقولي لي بقى ام مكه ولا ام مكه، ده اصل الفسيخ من زمان. خبره تصنع الفارق، اسم ده ايه؟ خبره تصنع الفارق. ليه فرعين، فرع عندنا في العصافره وفرع في الابراهيميه. ده اشهر بتاع فسيخ عندنا في اسكندريه. هننضف كده مع بعض قبل ما افتحها. بس بسم الله ما شاء الله، هو الوسط 300 و 300 ده الوسط، و320 اللي هو الكبير. طب الاكبر من كده ايه؟ هو كبير اهو. ريحته مش وحشه قوي. وريحته مش وحشه فعلا اه. انا فكرت ريحه زي بس. لا ابو طاحون ليه اسم وليه سمعه، ما ينفعش ان هو يعمل حاجه كده بصراحه. في اسكندريه هو اللي عارف مين ابو طاحون. ده بقى بقاله سنين، سنين طويله. وطري قوي. كمان بقى ياكل فسيخ فسيخ. اول يوم لينا اهو. مع اني اكلت هناك على فكره، بس ما عجبنيش حاجه جدا. ما عجبنيش وانا لما اكلته في الصعيد بصراحه. ما لقيتش ده ابدا في الصعيد ابدا. نفسي قوي اكل فسيخ برضه، فسيخ حلو، حاجه تتاكل يعني. احنا مش بنحطه على النار، احنا بنفتحه كده و خلي بقى ايه، بنحط عليه خل وليمون. احنا ممكن نحطه خالص، بس احنا بنحب ايه، نخليها ايه زي ما هي كده. لا يا جماعه الطبق اللي هم وصيين، بس هو مش مبكر بقى، عادي يقولوا العين بتقول مبكر. ممكن يقول قديم. ايه رايك؟ ده مش حلو خالص. دي بقى نصيحه دي. خد ادي بقى. واو. انا هسيبها كده ولا في ريحه بطاطا ولا في نفس مش دي اكبر بقى كبيره كده. هي كلها من الفلفل كده يجيبوا الاثنين مع بعض. بحس الطريقه وفيها ميه، مش بس كده تلاقيها ناشفه. مش ريحه بتقلب الشقه. عادي صح؟ عندك خل هنا؟ ولا عندي بس خل البطاطس بقى على النار. الواحد كده بسم الله ما شاء الله. الاثنين دول عاملين 150 جرام، يعني كيلو الا 150. ما ينفعش ده تحت الميه على فكره. عارفه اللي بيغسلوا ايه؟ ايوه ده هجربه خل وليمون. لا 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 خلي كمان يا جماعه، خلي تحس ان هو بيخليه طعمه ايه؟ مسكر. لا ده ليمون، انا جايب لك هنا ليمون. اول مره جربت الطحين ده سامعين؟ ده عنده محل بتروحي تاكلي فيه. بيفتحوا في الكافيه. نزلت سلطه وطحينه وبصل وبطاطس. فهنا المطاعم ما بقتش للمشويات والشاورما والحاجات دي. زي ما عندهم مطاعم. بس تاخد كده دي يعني هي اللي بتوزن اكتر. بس دي عشان تاخدش على الاثنين. بصوا زيت احيه، بص الدهن، الدهن ده دهن طالع من السمكيه. وده ريحتها وحشه. شلنا نضيفها.
الشقه ده. واو. نعيش حياتنا. الفن كمان فوق. تمام جدا. ياباني؟ تجيبك؟ ولا زعتر ولا حاجه. زبده. طب لا جيب البيبسي. انا واقفه فين؟ الكارت فين؟ الكارت مش موجود. شوف على التلفزيون بقى. كان في ايدي اول كده. لا ما خدتهوش انا. طبعا كان في ايدي. كان جوه بايدي. الكارت؟ اه الشحن. ايوه اول ما فتحت الباب. قال لي بقى ايه؟ ما بدأش كمان. ما بدأش بقول لك ايه؟ هاتي طبق زي ده عشان اعمل فيها تدي واحده انا كنت بعمل. هتقولي برضه خلي كده. خلاص ما تكتريش عندي، كتري عندي. طبعا أكلة الفسيخ دي أنا ما باكلهاش إلا في اسكندرية أنا وجنى. بصراحة هي بتشجعني على كل حاجة، بتفتح نفسي لكل حاجة. يعني لما أكون أي أكلة هي نفسها فيها أو هي مش قادرة تعملها، فبتستناني أنا لما أجي أعملها لها. زي المحشي مثلا، الملوخية، الممبار، السمك المشوي، الفسيخ. فقاعدين أول يوم وصلنا وكده أنا مش قادرة أعمل أكل ولا أطبخ ولا كده. إيه يا جنى ناكله إيه؟ قالت لي يا ماما تعالي نطلب فسيخ. انا كل مره كنت بنزل اشتريه من محل، المره دي عندنا ابو طاحون اشهر واحد بتاع فسيخ في اسكندريه، فطلبناه بالتليفون وجاب لنا، بس كان غالي جدا جدا جدا. يعني الفسيختين دول قد 8 كيلو لحمه. فاعمل لها ايه؟ هي بقى كانت قامت من النوم ما فطرتش كويس، فما كانتش لها نفس يعني. فجعت بدري فقالت لي نفطر بقى وكده، فعملنا اكله الفسيخ دي. بصراحه هي اللي بتخليني اكل، وهي اللي بتفتح نفسي على الاكل وانا بفتح نفسها. بصراحة أنا مفتقداها كتير في الصعيد، وإن هي مش معايا دايما، لأن أي أم بتبقى محتاجة بنتها تبقى جنبها وتبقى معاها دايما يعني. طبعا كانت أكلة فسيخ طبعا يعني جميلة، وطبعا كلنا بنحبه ويعني في الشتاء بيبقى محبوب أكتر يعني. وده كان فيديو النهاردة وروتين النهاردة أول يوم وصولي اسكندرية. حبيت أوريكم أول يوم بيبقى عامل إزاي بيني وبين جنى. بيبقى يوم جميل جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى الفيديو اوعوا تنسوا تحطوا لي اللايك وتحطوا لي تعليق حلو من عندكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان هو يعجبكم يعني. وكل ما اشتركش بقى في القناة يشترك بسرعة، ويلا بينا نشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة.